الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي، المهندس أحمد مصطفى، اللي أصحابه البونيكام المصري الفرعوني في مصر بقرار وزاري رقم 155 سنة 2021 شهر 3. النهارده اللي أنا هقوله يعتبر من أسرار الشغل، بس يعني ينقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث، منهم علم ينتفع به. طيب ايه الفرق؟ انا طالع النهارده مخصوص عشان نعرف البونيكام المصري. احنا كام النهارده؟ يا خالد؟ النهارده 14 11 سنه كام؟ 2023. تمام. البونيكام دلوقتي اللي هو المهجن اللي هو موجود واذى ناس كتير جدا في مصر، في الفتره الحاليه بتلاقيه في حاله سكون وما بيديناش الشغل ده. تمام. لكن البونيكام المصري في الفتره دي بيبدا يشتغل فترات الشتاء بتاعته، لان هو متغير عندي من الصيف للشتاء. طيب في الشتاء ايه اللي بيحصل له؟ بيتحول لضرويات، بيتحول ل حاجه عامله زي الذره كده. طب يعني ايه عامله زي الذره؟ لو احنا جينا هنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم، هنبص هتلاقي ان هو بيطلع ادوار. ادي دور، ادي التاني، من قلب هنا بيطلع التالت، ادوار. شايف؟ مع كل ورقه يبدا يطلع بذور عامله زي الذره. القيمه بتاعتها تقريبا تساوي القيمه اللي موجوده في الذره، يمكن اعلى كمان، لان ده بيتميز ان هو في زيوت. طب ايه تاني؟ الساق نتميز عندنا فيه ان هو خالي من الاشواك، فعشان كده تاكل وتمري زي ما بيقولوا. ما يقدرش يعمل التهابات في الزور، التهابات في المعده، حتى مرحله الاخراج للحيوان. طب ايه تاني؟ هنا البروتين في الشتاء عندي بيوصل لغايه 18%. بروتين في الشتاء بيوصل 18%. فين ال 18%؟ ال 18% هنا، 18% هنا، وهنا ال 8%. هنا في الشتاء عندي 18% وهنا ال 8%. فبعمل ايه؟ انا بروح جاي فاصل الوش الاولاني، باخد الدور الاولاني وده بخليه تغذيه لوحده، زي ما بنقول النامي اللي هو عالي البروتين. والجزء اللي تحت يعني ده احنا فصلناه، خدنا دور اتنين. تمام زي ما انت شايف كده. وجينا هنا اهو، خلينا ده لعلف الخيول، خلينا ده لعلف الخيول، لان الخيل بيحتاج بروتين 8% وبيحتاج طاقه عاليه قوي. لهنا ان الطاقه معايا بتوصل ل 4600، لان عامل زي السلميات لو انت تلاحظ، قصبيات، عقله 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 عقله، قصبيات، ومسكر. بروتين الطاقه فيه عدت ال 4600. فهنا قدرنا نوظف نبات واحد للابقار وللاغنام وللخيول بتكلفه تكاد تكون ربع التكلفه اللي انت بتكلفها في العالم. يعني ايه؟ ادي الكوديا اهي، لو وزننا الواحده من دي، الفدان فيه من 14000 ل 16000 نبات من ده، اتوزنت واحده من دي اقل حاجه بتدينا 3 كيلو. اضرب في 14000 بتلاقي نفسك اللي انت عديت ال 20 طن. فالحمد لله والشكر لله قدرنا نوجد علف بديل لجمهوريه مصر العربيه وللشرق الاوسط مطابق لمناخ الشرق الاوسط وخاصه مصر. تحياتي ليكم، مع تحيات شركه الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. وان شاء الله انتظرونا على الهواء مباشر يوم السبت القادم الساعه 1 ظهرا على قناه الحدث، في برنامج مع الجمهور، مع اول حلقه ومسميها في بيت الفلاح. عايزين نمس كل ما هو بيمس الفلاح. الفلاح هو 85% من انتاج مصر، الانتاج الابقار وانتاج الالبان، الانتاج الزراعي. الشركات كلها الكبيره لا تتعدى ال 15% من معدل الانتاج. الفلاح هو اللي معاه ال 85%، هو سر نجاح مصر. قدرنا نوصل له وقدرنا نفهمه وقدرنا نديله البدايل للانتاج وقدرنا نعظم الانتاج بتاعه كمان لمرحله التدوير النهائي. احنا كده في حته ثانيه.
تحياتي ليكم مع تحيات المهندس احمد مصطفى، شركه الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.